المدير الفني للزمالك. كل الناس مستنية اسم المدير الفني الجديد للزمالك، بس أنا عايز أقول لحضراتكم إن في تخبط شديد جدا، في ملف المدير الفني لنادي الزمالك. في جزء من أعضاء مجلس الإدارة عايزينه مصري، وفي جزء تاني منهم أمين مرتضى عايزين مدير فني أجنبي. حتى اللي عايزين مدير فني مصري في جزء منهم عايز خالد جلال، وجزء منهم عايز مؤمن سليمان، وهكذا. في تخبط شديد، وده يعني حاجة محزنة لعدم وجود رئيس لنادي الزمالك. وحتى مرتضى لما يطلع من محبسه برضه مش هيبقى رئيس، وهنفضلوا في التخبط اللي احنا فيه. فأنا بدعو أعضاء مجلس إدارة الزمالك اختاروا أي اسم ما يكونش عليه خلاف. أنا شايف إن يعني أغلبيتكم عايزين مدير فني مصري من أبناء نادي الزمالك يكمل لغاية نهاية الموسم، ما عنديش مشكلة، بس اختاروا حد يعني يكون تقيل. خالد جلال، مؤمن سليمان، يعني أنا شوية بحس إنه بيتكلم كتير، بس يعني كأفعال مش شايف، بس يعني أنتوا أدرى. بس يعني احسموا ملف المدير الفني. كل ما بتتأخر في ملف المدير الفني كل ما الفرقة تضيع أكتر وأكتر. هتقول لي الظروف ضدنا، والمرتضى في السجن، والاتحاد الكرة مش عارف بيعمل ايه. انسى بقى ده كله وركز في مصلحتك. الزمالك بيضيع. اختاروا واتفقوا على مدير فني انا شايف من وجهة نظري مصري، لان انت ماديا معكش فلوس، فحاول تاخد قرار في القصة دي عشان الوقت، عشان يلحق يشوف اللعيبة. اتمنى ان بعد ماتش البنك الاهلي في كاس الرابطة يتم اختيار اسم المدير الفني اللي هيقود نادي الزمالك الفترة الجاية. ده بالنسبة لمدير الفني. بالنسبة في بعض الناس بتقول ان طارق حامد راجع تاني الزمالك. يا جماعة ما تنسوش ان طارق حامد الطريقة اللي مشي بيها من نادي الزمالك كان فيها تخبط ما بينه وما بين الإدارة شديد جدا، الإدارة الحالية. عشان يرجع تاني في الإدارة الحالية صعبة جدا. ممكن طارق حامد يرجع في إدارة تانية، لكن في الإدارة الحالية مع مرتضى منصور وأمين مرتضى منصور أشك إن طارق حامد ممكن يرجع تاني. لكن أنا بقول إن طارق حامد الزمالك محتاجه كقائد للفريق. حاليا لا يوجد قائد للفريق في الملعب، مفيش قائد للزمالك، وده سبب النكسة اللي احنا فيها. مفيش قائد في الملعب. أتمنى طارق يرجع، بس أنا شايف إن في وجود الإدارة الحالية طارق صعب جدا إن هو يرجع. طبعا برضو في ماتشات كاس الرابطة أنا عايز أقول إن فرصة كبيرة جدا لكتير من اللعيبة في الزمالك، منهم واحد زي عبد الله جمعة ومحمود شبانة والناشئين هيلعبوا. بس أرجوك لما تجيلك الفرصة امسك فيها، واثبت نفسك، واثبت مكانك، واثبت ان انت تستحق الفرصة، واثبت ان انت تستحق التواجد في التشكيل الرئيسي والاساسي لنادي الزمالك. هتيجي فرص لعيبة كتيرة ما كنتش تلعب. استغل الفرصة واعمل اللي عليك وزيادة، وان شاء الله ربنا هيكرمك. اخر حاجة عايز اتكلم عليها غرامة مصطفى فتحي، اللي هي الغرامة اللي الفيفا قال ان لازم نادي التعاون يبعتها. رئيس نادي التعاون طلع النهارده وبيقول ان 400,000 دولار احنا كنا كده ندفعهم، ودي غرامة مصطفى، دي بقيت فلوس مصطفى وكنا ندفعها. طيب انت ما دفعتهاش ليه؟ مرتضى منصور طلع كتير جدا وقال لك ادفع فلوس مصطفى فتحي، الزمالك محتاج فلوس مصطفى فتحي، انت ما دفعتهاش ليه؟ جاي النهارده تقول انا كده كنت هدفعها. انت ما دفعتهاش غير لما الفيفا معلش يعني لوى دراعك. ودي حاجه برضو مش متعودينها من نادي التعاون. يعني احنا في تعاون ما بيننا وما بين نادي التعاون، يعني ما كناش متوقعين من نادي التعاون ان هو لما نقول له عايزين فلوسنا يطنش ويكبر دماغه. انت في الاخر هتدفع الغرامه، ادفعها، واتمنى تدفعها ايه بدون مشاكل. يعني باكد لحضراتكم الفيديو لايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناه عشان تجيلك كل الاخبار نادي الزمالك واخبار الكوره في مصر كل يوم. اشترك في القناه، سبسكرايب. شكرا جزيلا لحضراتكم.